النهارده لسه 3 رمضان بس بدأت تتكون نظرة كده عن المسلسلات اللي هنكمل فيها والمسلسلات اللي هتفكس لها. فمن غير ما اطول عليكم على طول يلا بينا نخش في الموضوع. وكل سنه وانتم طيبين. طبعا اول حاجه اكيد طبعا ما اتفرجتش على كل المسلسلات اللي نزلت، هي مسلسلات كتير قوي. فانا اللي هقوله ده بناء على المسلسلات اللي اتفرجت عليها بس، اللي انا قررت ان اكمل معاها واللي انا هفكس لها. في مسلسلات تانية كتير لسه ما اتفرجتش عليها وعايز اتفرج عليها، وكده كده مستني ترشيحاتكم في الكومنتات. اي مسلسل هتقولوا عليه ان شاء الله هبداه، ولو حلو هطلع اتكلم واشكر فيه، لو وحش هقول لكم انه ما عجبنيش. فاحنا بنتشارك كده يا جدعان، صباح الفل. يعني مثلا في مسلسلات كتير لسه عايز ابداها، ابرزهم صحاب الارض، ده طبعا عشان بحب منة شلبي واياد نصار، والقصه نفسها انا عايز اشوفها، وشفت كام صوره كده. العمل جودته حلوه، جودته نظيفه، فده مشجعني جدا ان انا ابداه. ان شاء الله هبداه واقول رايي برده، وان شاء الله هيتحط في الحاجات الكويسه يعني. في برضه مسلسل بتاع ماجد الكدواني ويسرا اللوزي اللي هو اسمه كان يا مكان. سمعت ان يسرا اللوزي صحت من النوم سابت مش عارف، ما قالهاش كل سنه وانت طيبه تقريبا، سابت البيت ومشت. فانا مش عارف القصه يعني غريبه، بس غالبا هيبقى دراما هادي كده، وهم بيمثلوا حلو برضه، فان شاء الله هشوفه واقول رايي. في هي كيمياء، في درش، في لسه حاجات كتير، فهتفرج واقول لكم رايي في المواضيع دي. يلا بينا نخش طبقا للي انا اتفرجت عليه. واول مسلسل معانا وده اتفرجت عليه امبارح بالليل كده، سمعت منه حلقتين في السهره الرايقه. ده مسلسل افراج اللي هو من بطوله عمرو سعد. القصه نفسها كانت شداني من التريلر اصلا، اللي هو اب قتل مراته واولاده، ما عادش عارف ليه السبب. الراجل كانت الناس كلها بتشهد له انه راجل محترم وطيب، فليه يعمل كده؟ وخد 12 سنه سجن، وبعد كده المفروض انه خرج. اللي عجبني في المسلسل اول ايجابيه كده ان المسلسل احداثه سريعه قوي، الريتم سريع جدا. انت باول حلقه اصلا جاب لك انه قتلهم وخرج من السجن، فانا كنت متوقع ان الموضوع ده لو هيمطوا فيه في حلقتين ثلاثه، لا وجابوه خرج. ايه المشاكل اللي مواجهاه مع الناس وكده، فدي نقطه كويسه جدا. التمثيل يعتبر معقول خالص يعني، عمرو سعد بيمثل كويس، حاتم صلاح، طارق عماد، الدنيا كويسه. بس شخصيا يعني اكتر دور عجبني حاتم صلاح. الراجل دوره حلو قوي وطالع معلم، وغير جلده بتاع الكوميديا ده لجلد دراما حلو قوي بصراحه، فانا متكيف منه يعني. والميزه في المسلسل ده ان انا متحمس اكتر اعرف عن القصه، يعني عايز اعرف ليه قتلهم، مين السبب في كده. اللي اتفرج طبعا هيفهم انا قصدي ايه. في اسئله كتير قوي عايزين يتجاوب عليها، وهيتجاوب عليها ان شاء الله. كنت سمعت حلقتين زي ما قلت لكم، والثالثه لسه هتنزل. الحلقه الثانيه بقى تحديدا يعني في اخرها كنت انا سامعها بتاع 6 الصبح تقريبا، فكنت بنام كده، حصل حدث فوقني قوي، ففي بلوت تويست جامد جدا محدش كان متوقعه بصراحه. وانا متوقعتش ان الاعمال اللي من نوع الدراما ده يكون فيها بلوت تويست، فالموضوع عجبني قوي، وغالبا فيها احداث كتير هيبقى فيها مفاجآت، فده حاجه من مميزات المسلسل كمان معايا. عيوب المسلسل ده بالنسبه لي او مشكلتي معاه هي حاجه طبعا منتشره جدا في المسلسلات اللي من النوع ده، وهي الكليشيه في بعض الاحداث او عدم المنطقيه يعني. ابسط حاجه، هو المفروض الراجل ده كان راجل بسيط قبل الحادثه طبعا وقبل ما يقتلهم، راجل بسيط عادي زينا كده، كان شغال في الجمارك، مش بطل ملاكمه، مش بلطجي، مش فتوه، لا راجل عادي حلو. طلع من الحادثه، هو طول ما هو ماشي في المسلسل عمال يضرب، هو ضرب لحد الان الكرو كله تقريبا، ضرب 20 او 30 راجل. ايه منطقيه الكلام ده يعني؟ ازاي ليه واحد عادي زينا يقدر يعمل كل ده؟ هو مش حتى يعني مش باني لي الشخصيه ان هو كان مثلا ملاكم فمنطقي، رغم ان مفيش حد منطقي في الدنيا يضرب 30 راجل، هنمشيها. بس على الاقل ده بالذات بقى راجل عادي، ازاي يخش يضرب الكرو كله كده؟ ما شاء الله يعني، الموضوع مش منطقي خالص بالنسبه لي بصراحه. بس هنعديها طبعا، لازم الكليشيه ولازم البطل يبقى فاجر مفيش منه اتنين عشان طارق عماد تحبه والجو الرخيص ده. انت واخد ستايل طيب الذكر اولد بوي يعني، فالموضوع مش منطقي تماما. تاني مشكله معاه بقى، ودي حاجه خفيفه برضو، هي مع شخص، كاركتر علاء مرسي في المسلسل. انا مش فاهم ليه الراجل ده دايما بيطلع مهزأ. مش قصدي حاجه والله، انا مع احترامي الشديد جدا للفنان، انا فاهم ان ده دور بيمثله، اي حد ممكن يمثل اي حاجه مفيش مشكله، بس الموضوع مزهقني. فكره انه لازم يطلع مهزأ وبيتضرب وبيتقل منه. الشخصيه دي نفسها اصلا في السن ملهاش لازمه في المسلسل كله، كان ممكن يطلع راجل عادي يعني، او على الاقل يتهزأ بطريقه اشيك من كده. الموضوع مشاهده كلها مستفزاني بصراحه، بعمل سكيب بسرعه يعني، فدي نقطه مش عجباني. بس عموما يعني مسلسل كتوتال حلو هكمله. شدني بصراحه، واحداثه رتمه سريع ودي ميزه، يا رب يكمل على كده. وكده ده اول مسلسل معانا في المسلسلات اللي هنكملها. يلا بينا نخش على تاني مسلسل. تاني مسلسل معانا ان شاء الله واللي كده كده هكمله، كنت قلت عليه قبل كده، هو مسلسل فن الحرب. كنت طلعت بعد التريلر وبعد اول حلقه قلت الحاجات اللي مش عجباني، اللي هي من ابرزها ان ده مش جو يوسف الشريف. هيبقى في بلوت تويست وفي مايند جيمز في الحلقات كلها، بس مش جو الكوميديا يعني. كان في كوميديا مايله للاستظراف، مش واخد عليها بصراحه. الاخراج نفسه شكله غريب يعني، زوم فجاه، زوم يروح فجاه يجي فجاه، مش فاهم ايه سبب الكلام ده. قطعات مش مظبوطه برضو نقطه كمان. حتى الموسيقى نفسها توحي انه عمل كوميدي شويه، وطبعا يوسف الشريف مش واخدين عنه كده، احنا واخدين عنه الجد والغموض
والدرمغه دي كلها، كفر دلهاب يا جدعان والصياد يعني. فما كانش عاجبني الفكره نفسها، يعني انا هتفرج عشان بحب يوسف الشريف بس، انما الفكره لا ما كانتش جايه معايا. دلوقتي انا اتفرجت على 3 حلقات، بعد ما اتفرجت على 3 حلقات البلوت تويست في الموضوع ان انا عجبني يا جماعه، صباح الفل عادي جدا، واقدر اقول دلوقتي شابو يوسف الشريف بجد يعني. ايه الفكره بقى عجبني ازاي؟ اول حاجه قلتها ان انا ما كنتش متعود على الجو ده من يوسف الشريف، الفكره انه خلاني اتقبله عادي. والاهم سبب في الموضوع ده الريتم، الحلقات ماشيه بسرعه قوي قوي، حرفيا الحلقه فيها احداث كتير جدا. لو انت ما بتلحقش تزهق، انت حرفيا في حلقه واحده عرفوا هم عايزين ايه وبداوا يشتغلوا عليه ونجحوا في انه اللي هم بيفكروا فيه، فالموضوع بسرعه قوي. وهتشوف طبعا بلوت تويستات خفيفه كده، زي ان ممكن مي اللي معاهم في التيم تطلع بتخونه، فانت فاهم انت دخلت في حاجه هي سحلتك من اول مشهد حرفيا. مفيش مجال ان انت توقف اللي هو لا ده مط هسكيب حته، مفيش نو سكيب في المسلسل كله. فدي حته طبعا كويسه جدا في المسلسل. فزي ما قلنا المسلسل دخل في الموضوع على طول، وانت من نفسك كده واحده واحده بدات تتفاعل مع التيم، يعني بدل ما كنت شايف الموضوع استظراف قوي لا يعدي بصراحه. مشاهدهم لطيفه يعني، فالمسلسل اوفرول لذيذ، هكمله عاجبني وزي الفل. نوع جديد على يوسف الشريف بس نوع مقبول. مش عايزه يكرره كتير، بس كمسلسل ده لا حلو بصراحه، حلو وعلى مع الحلقات، والحمد لله ان هو ده اللي حصل عشان بحب يوسف الشريف طبعا، فاتمنى له يعني يكسر الدنيا. طبعا اي مسلسل ليوسف الشريف لا يخلو من البلوت تويست، فهو اكيد محضر لنا خازوق محترم. خازوق ده في ايه؟ ممكن مثلا صاحب الليله دي كلها يبقى هو او ابوه، حد تبعه ما احناش عارفين، اللي هو الراجل اللي اسمه اللهو الخفي في المسلسل، مش عارفين لسه ده مين، وغالبا هيبقى فيه اكيد منكش في القصه دي. تاني سؤال وده اللي التيم بتاعه نفسه ساله مش احنا بس، هو فعلا يوسف الشريف طيب وعايز يساعد الناس ويرجع لها حقوقها، ولا وارد يكون هو اصلا نصاب وبينصب وهينصب عليهم هو كمان؟ مش مستبعده، خصوصا خلفيه شخصيه يوسف الشريف اللي ظهرت ان هو نصاب في اول حلقه اصلا. فالموضوع يعني فيه شك، وخصوصا فيه تساؤلات كتير. يعني هم مثلا لما احتاجوا 5 مليون الراجل طلعهم على الارض بسهوله، فانت معاك فلوس يعني جامده، هل فعلا هدفك تساعد الناس ولا بتخطط للنصب اكبر؟ لسه مش عارفين ومش هنعرف، واظن ايا كانت توقعاتنا هيفاجئنا دايما بحاجه مختلفه. اتمنى الموضوع يبقى بلوت تويست عالي قوي يعني، زي الفل كده. فالمسلسل يعني واخد طابع كده مسلسل مصري زي 100 وش، او مسلسل اسباني زي لا كاسا دي بابيل عالمي طبعا. فممكن تكون كل دي اصلا مهمه، وبعد كده هيعلى بالمهمات اكتر، احنا مش عارفين لسه. وممكن تكون دي هي المهمه الكبيره، بس كبيره على 30 حلقه مش عارف هتمشي ازاي، بس اكيد انا واثق يعني ان الموضوع هيفضل ان شاء الله رتمه عالي. المسلسل عجبني وهكمل فيه طبعا، شابو يوسف الشريف. تالت مسلسل معانا واحسن مسلسل في رمضان السنه دي طبعا الكلام ده بالنسبه لي، واللي اكتشفته من الكومنتس يعني بالنسبه لناس كتير. شاركونا كده يا جدعان، وما تنسوش برضو سبسكرايب، روقوا علينا انا الله يكرمكم عشان المشاهدات حلوه بس سبسكرايب ضعيف، فاظبطونا. المهم هنرجع لكلامنا. احسن مسلسل في رمضان السنه دي بالنسبه لي هو مسلسل عين سحريه. الموضوع جامد من كل حاجه، وفارق بكتير قوي عن كل المسلسلات اللي اتعرضت وعن المسلسلات اللي هكملها حتى اللي هم افراج وعين سحريه. ابسط حاجه واول حاجه واهم حاجه الاخراج. الكادات جميله، الصوره حلوه، الكواليتي اللي فيها عاليه قوي، الاخراج مريح للعين مخليك انت قاعد بتتفرج متمزج، مش اخراج صعب زي فن الحرب نفسه اللي انا بحبه اصلا. فالسودير مسعود ده اثبت ان هو مخرج تقيل قوي بعد منعطف خطر دلوقتي عين سحريه، فشابوه للمخرج مليون مره يعني. اتمنى يفضل يستمر على الاداء ده. تاني حاجه في المسلسل ده ميزه جامده قوي، وهي من اهم المميزات في اي عمل فني عموما، التمثيل نفسه، الاداء يا جماعه. المعلم باسم سمره والبرنس حسام عمر خدوا المسلسل في حته تانية خالص، حته تالته كمان، ما شاء الله على الاداء، حاجه موهبه، بيعلموا حرفيا اشباه الممثلين ان التمثيل بسيط او مش بسيط، الموضوع عايز موهبه بس، انت لو عندك الموهبه هتطلع احلى حاجه من غير بقى ولا زعيق ولا صويت ولا شتيمه يا احمد يا عوضي. مفيش غيرك اللي في وشي يا ابويا، انا اسف والله، بس يعني الموضوع سلس، مش لازم تضرب 30 راجل يا عمرو سعد، برضه عادي انت ممكن من غير ضرب خالص تعمل دور يخوف زي باسم سمره، راجل من نظره يخليك قاعد مش على بعضك، يعني انت بتبقى قاعد ببقى عايز اقفل اللاب مثلا بفكر انه بيراقبني، فانتوا فاهمين احنا فين، من غير زعيق ولا صوته عالي بكل هدوء، وبيروح للسيرابيست كمان، فيعني بجد اعظم فيلن في التاريخ ما شاء الله، حاجه طرش. عصام عمر زي ما قلنا قبل كده راجل ذكي جدا في اختياراته، ولو كمل كده هو رايح في حته جديده خالص عن كل الجيل ده، هو فرق عنهم بمراحل يعني، حتى عن جيل الشباب الموهوبين زيه سواء احمد مالك طه دسوقي الرجاله دي، احمد داش، لا هو عصام عمر في حته تانيه خالص يعني. فما شاء الله عليهم، المسلسل حتى كتمثيل تحس ان هم وان طول بعض كده، كل واحد بيعمل لك مشهد التاني يعلي عليه اكتر. حاجه بقى كمان معتقدها في الفنان الكبير باسم سمره، وهي حاجه صايعه قوي بصراحه، الراجل ده يقعد له سنتين ثلاثه يعمل مسلسلات تجاريه كوميرشال، اللي هي بمعنى يعني ان الراجل من غير مجهود في التمثيل قوي، من غير تعب في الشخصيه، لا هو عيسى الوزان مثلا، شخصيه هاديه يعرف يعملها بصباع رجله الصغير،
يعمل كام مسلسل كده يلم شويه فلوس حلوه من الشخصيات دي، بعد كده يقوم نازل لك بمسلسل يوريك الفن بقى زي في عين سحريه السنه دي. فانا اتمنى، انا ما عنديش مشكله يفضل بشخصيه عين سحريه دي 5 6 مسلسلات جايه كمان، حاجه يعني قمه العظمه. لو ما دخلتوش اتفرجتوا على حاجه ونفسكم جاي تتفرجوا، برشح لكم عين سحريه بقوه طبعا. ميزه كمان فيه جدا ان القصه مترابطه، الحبكه كويسه، يعني انت فاهم الاحداث مبنيه صح، الشخصيات وضح لك خلفيتها فانت فاهم هي ليه بتعمل كده، مفيش حاجه طلعت من لا شيء. فدي طبعا نقطه مهمه جدا للمؤلف والمخرج والعمل كله. ان شاء الله يكمل على كده، واتوقع ده هيكون احسن مسلسل في رمضان السنه دي كده يا رجاله. دي المسلسلات اللي هتكمل معانا ان شاء الله، 3 مسلسلات. طبعا لسه في مسلسلات كتير زي ما قلت لكم ما بداتهاش، مش كتير قوي يعني، ان في مسلسلات اتفكست على طول زي اخواتي اللي انتوا عارفين، احمد العوض، ياسر جلال، الرجاله دي انا اتكلمت عنها ان انا مش هبداها اصلا الا لو حصل كارثه والناس كلها قالت لي المسلسلات دي فجره، ما اظنش يعني. عموما انا مستني كده كده رايكم، ايه رايكم في المسلسلات اللي انا قلتها دي لو شفتوها؟ برشح لكم برضو المسلسلات دي، عندكم انتم ترشيحات لمسلسلات تانية بلغوني. مسلسل من اللي انا قلت عليه لا خالص جه معاكم سكه عرفوني برضو، بصوا احنا بنتناقش يعني، وكلها اراء وكلها فوق دماغي يعني، صباح الفل. ودلوقتي اهم حاجه ما تنساش يا ابويا السبسكرايب، الله يكرمك. طيب في نقطه مهمه يا جدعان كمان، مسلسل المداح هو ناس متابعه جامد قوي يعني، انا شفت حتى من الناس اللي حواليا ناس كتير بتسمعه وناس كتير متكيفه. مشكلتي معاه ان انا ما بداتوش كله من الاول، في حاجات ياما مسقطه مني، بس ان شاء الله وعدكم يعني في تحليل لاول 5 حلقات، بستعين بناس صحابي برضو اتفرجوا على الموضوع ده عشان يلموا معايا الدنيا، واول ما يبقى جاهز هقول لكم هتنزل على اليوتيوب وزي الفل برضو. استنوا بقى كل حاجه، هتستنوا ازاي بقى؟ سبسكرايب، فعل زر الجرس، ويا ريت تشير الحلقه، عايزين سبسكرايب كتير. الله يبارك لكم وزقوا معانا الدنيا كده. فسبسكرايب، لايك، كومنت، قول لنا رايك، مستنيه. عايزين حاجه يا رجاله؟ سلام. طب يا جدعان بالمناسبه، عشان في واحد صديقي يعني سالني، وده بجد، اسامه، سالني ان انا بتفرج فين على الحاجات دي. طبعا واحد بيطلع على اليوتيوب الناس هتفكر بيتفرج يا اما على شاهد يا اما واتشت يا اما، طبعا انا بتفرج على المصطبه رقم 1. احنا من غير اشتراكات بنتفرج على الحاجات المسروقه، ما تعملوش زينا يعني، بس لو الدنيا زنقه تعملوا زينا عادي، صباح الفل. فالمصطبه تشاوت اوت للمصطبه، غالبا هيتقفلوا بعد الفيديو ده، بس يعني يا حبايبي والله انا ده مش اعلان، وده مش اعلان، اعلان للسرقه يعني، محدش دفع لنا حاجه. محدش دفع لنا حاجه والله يعني، ادفعوا لنا وهنروق عليكم بعد كده.